السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم على مدونة دروس ويب. اليوم إن شاء الله في هذا الدرس سوف نتعرف على الشروط. إن شاء الله سوف نتعرف على الشروط. كمثل جميع اللغات في الشروط نستعمل الاف، عفوا، نعم، نستعمل الاف والاف إلز، نعم، ونستعمل كذلك الإلز. نعم، في هذا الدرس إن شاء الله سوف نتعرف عليهم. نعم، سوف نقوم بكتابة متغير أول نسميه مثلا var واحد، نعطيه مثلا 20 ونضع نقطة فاصلة. متغير آخر، نعم، متغير آخر نسميه var اثنان، نعطيه مثلا 5. نعم، نكتب هنا كشرط if مثلا هكذا، نقوم بعمل أكولاد مثل جميع اللغات كما نستعملها في السي، كما نستعملها في جميع اللغات. نستعمل if else، نفتح القوس مثلا، نقوم بأكولاد، وهنا نكتب كذلك الإلز. نعم، بطريقة عادية جدا جدا وبسيطة. نعم، من لديه مشكل في هذه الأمور فهي جد بسيطة، يجب عليه تفاديها. نعم، نكتب $var هنا، نكتب $var واحد مثلا إذا كان var واحد أصغر مثلا من المتغير الثاني. نعم، سوف نقول له مثلا أظهر لنا هذه الرسالة هنا. نكتب مثلا var واحد، مثلا نكتب max مثلا أو superior أو ما نرغب به. نعم، عفوا، نكتب هنا مين لأنه هو الأصغر. وفي الإلز إف نقوم بنسخ الرسالة أولا، بعد ذلك نقوم بتغييرها. في الإلز إف هنا نضع كونديسيون كذلك، نكتب مثلا نفس الكونديسيون، سوف نقوم بتغيير الرمز. نعم، إذا كان أكبر، نعم، نكتب var واحد ماكس. إلز نكتب هنا مثلا sont égal، فهم متساوون. نعم، نكتب égal، نعمل سيف. والآن قبل أي شيء لدينا هنا var واحد فهو أكبر من var اثنان، 20 أكبر من 5، دونك إذا سوف تظهر لنا الرسالة الأولى. نعمل سيف. else if، عفوا else if، نعمل هنا ريفرش. نعم، var واحد ماكس. نعم، نقوم الآن بتغيير الرمز هنا، نقوم بتغييرهم، عفوا، نضع هنا في الفار واحد مثلا نضع به 10، وهنا نضع مثلا 100. نعمل سيف، والآن نعمل ريفرش. نعم، var واحد مين لأنه هو الأصغر. نعم، إلى هنا نشكركم على حسن تتبعكم، في أمان، نلقاكم في درس مقبل إن شاء الله.